السلام عليكم طلاب ثالثه ثانوي، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا جه ميعادنا النهارده مع الفيديو الثالث والاخير من سلسله حل على الترم الاول اللي هنحاول ان شاء الله نلم فيها كلمات الترم الاول. ونبدا النهارده نشوف الاسئله بتاعتنا. السؤال الاول to is to hold something tightly، انك تمسك حاجه tightly يعني باحكام، especially خاصة because you are afraid or in pain. لو انت متعب او عندك ألم او خايف. لو انت خايف او عندك ألم بتمسك الحاجة بإحكام. ايه الديفينيشن اللي ممكن يدينا معنى الجملة دي؟ طبعا كلمة مون يعني ان او يتقوى، rise يرتفع، clutch يعني يمسك، swallow يعني يبلع او يبتلع. طبعا اجابتنا هتبقى clutch يعني يمسك. Communities are groups with little power or resources. ايه هي المجتمعات اللي بيبقى فيها مجموعات من السلطة او القوة اللي بتبقى صغيرة او الريسورسز الموارد فيها قليلة؟ طبعا احنا عندنا definition اسمه marginalized communities، يعني المجتمعات المهمشة. مجتمعات مهمشة ما بيبقاش فيها سلطة، اجابتنا هتبقى marginalized. industrialized يعني صناعي، developed يعني متطور، global يعني عالمي. طبعا اجابتنا اسمها marginalized communities، وده تعريف مهم جدا. means giving a lot of time، انك تدي وقت كتير and effort to something، وتدي مجهود لشيء because you care about it، لانك بتهتم بيه. طبعا لما انت بتبقى مهتم بحاجه يبقى انت مخلص للحاجه دي. كلمه dedicated يعني مخلص، شخص مخلص للشيء بتديله وقت ومجهود. طبعا lazy كسول، careless يعني مهمل، weak يعني ضعيف. السؤال اللي بعد كده means twisted or scrambled. twisted or scrambled يعني متشابك، حاجة فيها لغز. together in a complicated way، بطريقة complicated يعني صعبة أو معقدة. طبعا عندنا تعريف اسمه متشابك، يعني entangled يعني متشابك. طبعا rejected يعني مرفوض، suspected يعني مشتبه به، protected يعني محمي. is the state of being awake، هي حالة ان انت تفضل awake صاحي and aware of what is happening around you، انت صاحي وواعي للحاجة اللي بتحصل حواليك. يبقى انت هنا الوعي يعني طبعا victim يعني ضحية، buzz يعني صوت الأزيز في صوت، chaos يعني الفوضى، consciousness يعني الوعي. طبعا انت بتبقى واعي يعني consciousness. AN is the basic systems، هي الأنظمة الرئيسية and the structure of a country، هي الحاجة الرئيسية للدولة أو المباني الرئيسية للدولة. طبعا infrastructure يعني بنية تحتية، هي البنية التحتية للدولة، دي إجابتنا. dynasty يعني سلالة حاكمة، سلالة حاكمة، العائلة الحاكمة. urgency يعني الضرورة الملحة، حاجة ضرورية. initiative يعني مبادرة. طبعا إجابتنا هي البنية التحتية. means giving a feeling، تدي شعور of a أو of satisfaction يعني حالة الرضا، تبقى مقتنع أو راضي. or pleasure as you achieved something good، حققت حاجة كويسة. ايه الشعور اللي انت بتديه للشخص اللي قدامك؟ طبعا ما بتديله chest يعني صدر، pulse يعني النبض، rewarding دي الحاجة المجزية، مجزي. consciousness لسه قايلينها يعني الوعي. طبعا هي الحاجة هتبقى rewarding مجزية، بتكافئ الشخص ده. طيب السؤال اللي بعد كده means operated by، شغال بواسطة machines آلات or computers with little or no human control،
مفيش تحكم من الانسان. الحاجه اللي بتبقى شغاله من غير تحكم مع الانسان او من الانسان دي حاجه بتبقى تشغيل آلي. efficient كافي. automated يعني مشغله تشغيل آلي، التشغيل بتاعها آلي. experienced يعني خبير. productive يعني منتج. السؤال اللي بعد كده is to fall down suddenly. fall down suddenly يعني وقعت فجأة. usually because of illness بسبب مرض أو ضعف. وقعت فجأة يبقى أنت انهارت. administer يعني يعطي علاج. grab يعني يمسك. collapse ينهار. خليك فاكر الديفينيشن بتاع كلمة collapse يعني انت fall down suddenly. fall down suddenly وقعت فجأة. طبعا shift out. to not is to take or hold something quickly and strongly. بتمسك الحاجة بسرعة وبشدة. طبعا مسكت الحاجة بسرعة بشدة يبقى انت جذبت الحاجة يبقى grab يمسك. يبقى انت لحد دلوقتي واخد اتنين بمعنى يمسك. grab بتساوي clutch. كلمة grab بتساوي clutch والاتنين بمعنى يجذب. An is someone who studies or predicts the weather. شخص بيتوقع بالمناخ أو بالطقس. طبعا ده خبير الأرصاد الجوية. biologist عالم الأحياء. innovator مبدع أو مبتكر. pessimistic متشائم. الصفة اللي انتم ما بتعرفوش تحفظوها متشائم pessimistic. الصفة أو الاسم اللي أنا عايزه هو meteorologist. meteorologist يعني خبير الأرصاد الجوية. خبير أرصاد جوية meteorologist. طيب to not is to watch يشاهد. observe يلاحظ. or check something over time دايما بتشاهد بتلاحظ بتراقب حد طول الوقت أو شيء طول الوقت. enhance يحسن. struggle يكافح. monitor يعني يراقب. track يعني يتتبع. يبقى احنا هنا بما انك watch يبقى انت monitor بتراقب. observe بتلاحظ. تمام. طبعا track يبقى انت بتمشي وراه تتتبعه. أو an is an important first step هي الخطوة الأولى المهمة. or plan to achieve a goal علشان تحقق الهدف بتاعك. طبعا دي حاجة اسمها المبادرة. المبادرة يعني for structure out dynasty سلالة حاكمة. urgency ضرورة. عايزين كلمة اسمها initiative يعني مبادرة. المبادرة بتبادر بعمل شيء. السؤال اللي بعد كده means complex معقد or advanced متطور. in design understanding or technology في الفهم والتكنولوجيا في التصميم حاجة معقدة. المعقد اسمه دقيق أو متطور. حاجة دقيقة sophisticated. كلمة sophisticated ما تنساهاش. sophisticated يعني متطور أو دقيق حاجة معقدة. urgency ضرورة ملحة. rewarding offline ده كله out. السؤال اللي بعد كده an is a situation in which all movement or activity has stopped. موقف خلى الحركة أو النشاط stopped يتوقف. التوقف ده يعني العطلة. production يعني الإنتاج. stand still يعني التعطل. وضع السكون. وضع الايه؟ السكون. خلاص مفيش حركة. no movement. يبقى احنا اجابتنا stand still. urgency ضرورة. efficiency يعني الكفاءة. ده كله out. السؤال اللي بعد كده is a someone expecting a bad or negative outcome. كلمة outcome يعني result نتيجة. بيتوقع دايما النتيجة السلبية أو بيتوقع لنفسه كل حاجة وحشة. طبعا ده شخص متشائم مش optimistic متفائل. low income أو low income يعني الدخل بتاعه محدود. meteorologist يعني خبير أرصاد جوية. عايزين كلمة اسمها متشائم يعني pessimistic
يعني متشائم، شخص دايما متوقع السيء. السؤال اللي بعد كده to نقط is to think that something، بتعتقد ان شيء is less important، اقل اهميه، smaller، اصغر، or weaker than it really is، تتوقع الشيء دايما ده بتصغر منه، بتقلل منه، بتضعف منه. طبعا انت هنا بتقلل قيمه، طبعا underline تحط خط تحت الحاجه. underestimated، underestimate يعني يستهين بيه، عارف لما حد يستهين بحد او بقدرات حد او يضعف منه، يضعف منه، تضعف من شيء. detect يعني اكتشف، support يعني يدعم. السؤال اللي بعد كده to نقط is to make a low sound، صوت قليل جدا، صوت ضعيف. expressing pain or discomfort، تقعد تئن، تقعد تتأوه بسبب المرض اللي عندك، بسبب قلة الراحة اللي عندك. طبعا الصوت ده اسمه يئن او يتأوه، لا اما مون لا اما جرون، فانا عندي مون يئن وعندي جرون يتأوه. رايز يرتفع، كلتش يمسك، سوالو يبتلع. is the ability to do something well without، قدرتك انك تفعل شيء well بشكل كويس without wasting time or resources، من غير ما تفقد وقت، من غير ما تفقد المصادر بتاعتك. طبعا production انتاج، stand still وضع حركه، urgency ضروره، efficiency الكفاءة. يبقى أنا عايز هنا كفاءة. إيه الكفاءة؟ إن أنت بتعمل الحاجة ديت من غير تضييع وقت ومن غير تضييع مصادر، يبقى أنت كفاءة. السؤال اللي بعد كده is something that produces light، هو شيء بينتج الضوء، يبقى ده حاجة منتجة للضوء. or emits بتبعث، انبعاث، بتبعث glow ضوء. often naturally حاجة بتبقى طبيعية. طبعا الحاجة المنتجة للضوء مش mind blowing، الحاجة دي هتبقى glow producing يعني منتج للضوء، حاجة منتجة للضوء. old fashioned out، life saving out. السؤال اللي بعد كده predictions التنبؤات or estimates about future events، بتتنبأ، بتتوقع حاجة عن الأحداث المستقبلية based on current data، في معلومات عندنا دلوقتي. التنبؤ بتاعك بيبقى اسمه، عندي تنبؤ يعني predictions وعندي تنبؤ يعني projections. يبقى خد بالك إن أنا عندي فعل اسمه project، المشروع ده اسم، عندي project يعني project ده verb بمعنى يتوقع، يتوقع project. يبقى projections التوقعات هي predictions. يبقى خلي بالك اربط دايما predictions بالprojections، predictions projections. طبعا implications يعني التداعيات، كلمة مهمة، تداعيات أو النتائج. ميجا سيتي أو ميجا سيتيز هي المدن الضخمة والمدن الكبيرة. glaciers يعني أنهار جليدية، الأنهار اللي بيبقى فيها جليد. السؤال اللي بعد كده means having a commanding influence، بتأثر أو بتدي أوامر or control تحكم. more powerful than others، بيبقى عندك قوة أكتر من الناس التانية. يبقى أنت هنا بتدي أوامر، يبقى أنت هنا مش renewable متجدد. dominant أنت مسيطر، بما إنك أقوى من الناس كلها يبقى أنت مسيطر. accelerated يعني متسارع، سرعة، لا. critical يعني نقدي، out. السؤال اللي بعد كده if something is not it's made faster or more rapid يعني سريع، بتساوي كلمة faster. in development or progress في التقدم وفي التنمية والازدهار. يبقى something ده الشيء ده لو هو frustrated محبط لا، لو dominant مسيطر لا، accelerated ما انا لسه قايل لك ان انا عندي صفة اسمها متسارع. تمام، متسارع بتعمل حاجة faster or rapid quickly،
mitigate، عايزك تعرف ان كلمة mitigate يعني يخفف. عارف لما تقول يخفف الألم؟ mitigate أو يقلل. mitigate. السؤال اللي بعد كده means something that stays in your mind. يا سلام، حاجة دايما بتفضل في عقلك ما بتروحش. often غالبا in a sad or memorable way، بطريقة دايما بتذكرك، طريقة سيئة حزينة. تمام؟ الحاجة دي بتبقى feeling؟ لا. hunting، سلام على hunting يعني مطارد أو بيصطاد. يبقى hunting الحاجة اللي بتطاردك دايما هي الحاجة اللي بتفضل في ذاكرتك. تمام؟ السؤال اللي بعد كده means very impressive، رائع، beautiful، splendid. splendid يعني رائع، حاجة رائعة جميلة. ايه هي الحاجة دي؟ عندي magnificent. magnificent يعني رائع. ايوه magnificent رائع. miserable بائس. obvious واضح clear. pessimistic يعني متشائم. is perfect. perfect مثالي without any mistakes، مفيش اخطاء. مثالي حاجه مثاليه مفيهاش اخطاء ولا عيوب. طبعا الحاجه دي هتبقى warmth دفء، لا. emotion عاطفه، لا. flawless، كلمه flaw يعني عيب، العيوب. طيب لما احط suffix اسمه less يبقى انا هنا بقيت بلا عيوب. flawless انسان perfect، flawless without any mistake، advanced يعني متقدم. طيب السؤال اللي بعد كده means to take hold، امسك، of or record something، تسجل حاجة، بتمسك شيء. يبقى انت هنا لما تمسك الشيء يبقى flawless بلا عيوب out. accuracy يعني الدقة out. analyze يعني حلل شيء out. طبعا capture يعني دي اجابتنا هتبقى يؤثر او اسرى او سيطر على. يسيطر على او يؤثر شيء capture يمسكه ياخده. السؤال اللي بعد كده a lack of coordination، نقص في التنسيق. or skill المهارة، نقص في المهارات. often غالبا resulting in تسبب فيه accidents or mistakes، حاجة ما فيهاش مهارة بتسبب فيه الحوادث أو الأخطاء. ده معناه promotion ترقية. clumsiness الحماقة، عارف الإنسان الأخرق الغبي clumsiness. الحاجة الكلامزنس بتبقى حاجة ما فيهاش مهارة. socializing لا. فاتح اجتماعيا لا. interaction يعني تفاعل لا. can be defined as حاجة ممكن نعرفها قال لك a way of things أو a way of thinking طريقة التفكير or attitude موقفك about something موقفك من شيء، تفكيرك في شيء. ده construction البناء أو التشييد لا. repetitive تكراري لا. mindset عقليتك، تفكيرك، طريقة تفكيرك mindset. طبعا flexibility يعني المرونة. السؤال اللي بعد كده means ability to understand and use digital tools and technology، بتستخدم التكنولوجيا، بتستخدم الأدوات الرقمية. فدي حاجة خاصة بالتكنولوجيا أو الحاجات الرقمية. flexibility لسه مترجمها لك يعني المرونة. عندي حاجة اسمها digital يعني رقمي. literacy معرفة، عكسها الليتراسي الأمية. يبقى احنا هنا المعرفة الرقمية صح. mindset عقلية، repetitive يعني حاجة متكررة. المعرفة الرقمية the act of being raised to a higher job، عندك job وظيفة انت طلعت higher position من position لبوزيشن، يبقى انت هنا عملت ترقية. mortifying مخجل، حاجة مخجلة. clumsiness حماقة غباء. depression إحباط. promotion ترقية، هنا أنت عملت ترقية من assistant إلى manager. السؤال بعد كده means knowledge المعرفة or understanding that، يبقى عندك معرفة in
comes from human experience. خبرات كتير، تجارب كتيرة، بقى عندك معرفة. دي حاجة اسمها روتين، لا. construction بناء تشييد، لا. human insight البصيرة بتاع الإنسان، أيوة. من كتر المعرفة بقى عندك بصيرة، بقى عندك تعرف تحكم بذاتك. digital literacy out. يبقى البصيرة أو المعرفة اسمها insight. 255 means working together. تشتغلوا مع بعض with other people to achieve a goal. تحققوا هدف. يبقى انتوا هنا flexibility مرونة، لا. repetitive حاجة متكررة. digital literacy لا. طبعا في تعاون، في cooperation، في collaboration. التعاون، يبقى التعاون بنشتغل together to achieve something. السؤال بعد كده is an agreement. في عندنا اتفاق يا مستر. where each side gives up part of what they want. في ناس قاعدين بيتكلموا كل واحد عايز حاجة، تمام؟ فأنت هتعمل give up، هتسيب جزء من الحاجة اللي أنت عايزها. كل واحد في المجموعة اللي عاملين اتفاق هيسيب حاجة من الحاجة اللي هو عايزها. طبعا يبقى كده في تنازل أو في تسوية، عملنا تسوية. يبقى عندي فعل اسمه compromise. compromise يعني التنازل أو التسوية، في تنازلات دايما. overwhelming يعني مرهق. entertainment تسلية. empathy يعني العاطفة. السؤال اللي بعد كده is a mood disorder. في فوضى حصلت. characterized by تخصصت في sadness أو تقدمت لنا في حزن and loss of interest، فقدت الشغف. يبقى في هنا إحباط حصل. في بروموشن ترقية، لا. depression إحباط، في إحباط حصل. في فوضى. well being لا. و strength القوة لا. تمام؟ طيب طبعا well being يعني الرفاهية، strength يعني القوة. is something that is too unpleasant حاجة ما بتسرش. or painful حاجة مؤلمة حصلت. to endure حاجة مؤلمة ما انتش قادر ان انت تستحمل. endure يعني يستحمل الشيء، حاجة انت ما انتش قادر تستحملها، مؤلمة. طبعا عندي حاجة اسمها unbearable. unbearable يعني لا يمكن تحمله. cheerful يعني مرح. brand new حاجة جديدة. superficial يعني حلوة الصفة دي، اسمها سطحي. superficial سطحي، حاجة سطحية. تمام؟ طيب نكمل ونخش على السينونيمز يعني المعنى. طبعا هيجي لك 5 إجابات، هتختار منهم إجابتين. طيب نحل على السينونيمز. طيب she found the work rewarding. هي لقيت إن الشغل مجزي. because she could see the positive impact she was making. في مجهود هي عملته أو تأثير إيجابي هي عملته. قال لك معنى كلمة rewarding مجزي. synonym يعني المعنى. طبعا rewarding يعني مجزي، مش hateful بيكره. طبعا هي fulfilling مجزي. طبعا هي satisfying مرضي. wasteful لا بيضيع حاجة. unpleasant غير مسرور لا. the protest كلمة protest يعني المتظاهر، الشخص اللي بيتظاهر، اللي هم بيتظاهروا في الشوارع. created complete chaos عمل لنا فوضى. in the city عمل لنا فوضى في المدينة. ده معناه ان كلمة chaos يعني الفوضى. disorder لسه قايلها لك صح، فوضى. order لا. confusion عمل لنا حالة ارتباك، ايوه ارتباك. harmony انسجام او تناغم لا. calm هدوء لا. يبقى احنا اجابتنا هتبقى disorder and confusion. he had to grab the rope to avoid falling. لازم grab يعني يمسك الحبل عشان يتجنب السقوط. معنى كلمة grab قلت لك يعني يمسك او يشد. طبعا clutch معانا ترجمينها فوق. seize معانا يمسك. يبقى في 2 بمعنى يمسك. clutch يجذب او يمسك، وسيز release يطلق. push يعني يدفع. drop يعني يسقط.
The news of the accident was truly heartbreaking. الأخبار على الحادثة كانت مؤلمة. Synonym of heartbreaking. معنى كلمة مؤلم is tragic، حاجة مأساوية. حاجة المؤلمة هي حاجة مأساوية. أيوة. joyful مرح. funny مرح. exciting مثير. لا، احنا عايزين حاجة اسمها sorrowful. sorrowful يعني محزن. كلمة sorrows يعني الأحزان. محزن، حاجة محزنة، حاجة tragic. تمام؟ مأساوية. The patient regained. كلمة gain يعني يحصل على أو يكتسب أو يسترجع. regained يعني استرجع. consciousness يعني الوعي. الراجل المريض رجع له الوعي. after the operation بعد العملية. معنى كلمة consciousness الوعي is طبعا الوعي اسمه awareness الوعي. ignorance الجهل. sleep النوم. unawareness يعني اللي هو عدم الوعي، خلاص انت دخلت في مرحلة نوم مش حاسس بحاجة. alertness يعني الوعي. alert يعني اصلا ينبه، فبقت alertness يعني منتبه او واعي. she continued to moan. صفة اسمها moan يعني يتأوه. بدأت انها تتأوه because of the headache بسبب الصداع. معنى كلمة moan طبعا whisper يهمس. complain بتشتكي. ايوه. groan يعني يتأوه. laugh يضحك. shout يصرخ. تمام. engineers developed a sophisticated robot. المهندسين اخترعوا لنا او طوروا لنا a sophisticated robot اللي هو انسان آلي دقيق. معنى كلمة sophisticated يعني دقيق او متطور. crude سهل او بسيط. كلمة crude يعني سهل او بسيط. simple بسيط. advanced متطور. primitive يعني اولي. لا. complex يعني معقد. The museum featured a sophisticated security system to protect the priceless artworks. الأعمال الفنية اللي هي التي لا تقدر بثمن، حاجات غالية لا تقدر بثمن. عشان يحموا الحاجات ديت الميوزيوم featured عمل لنا حاجة sophisticated security اللي هو شركة أمن أو أمن معقد أو دقيق، حاجة دقيقة. معنى كلمة sophisticated لسه حلينها، هي advanced متقدم. tolerant متسامح. simple بسيط. elegant جميل. humble يعني متواضع. لا أنا هاخد elegant منظم رائع. طيب this training enhances. طبعا enhances يعني يحسن. التدريب ده هيحسن مهارات الطلاب. معنى كلمة enhance يحسن. strengthen يقوي معانا. boast خد بالك من ال OO يعني يعزز. طب لو OA يعني يتفاخر. يتفاخر. weaken يضعف. reduce يقلل. impair يعني يقلل. طيب solar panels improve the efficiency. الألواح الطاقة الشمسية هتحسن القدرة أو الافشنسي القدرة الكفاءة of energy use استخدام الطاقة. معنى كلمة efficiency الكفاءة معناها weakness ضعف. effectiveness يعني التأثير effectiveness صح. productivity يعني الإنتاج صح. wastefulness الإهدار delay التأخير. education empowers عندي فعل كده لطيف اسمه يمكن. اسمه ايه؟ يمكن يعني empowers. empowers us بيمكننا، وخليك حافظها كلمة empowers يعني يمكن. التعليم بيمكننا ان احنا achieve our goals نحقق اهدافنا. معنى كلمة empower يمكن enable يمكن. disable يعرقل. hinder وخلي بالك منها تجيلك antonyms. hinder يعني يعرقل. يسد يحجب. stop يعني يوقف. strengthen يعني يقوي. The book had a profound effect. profound يعني عميق. عكسها shallow. خلي بالك بقى shallow يعني ضحل.
يبقى انا عندي profound عميق، shallow ضحل، حاجه مش عميقه. طيب كلمه profound العميق معناها ايه؟ serious خطير. superficial بتساوي shallow، حاجه سطحيه. الحاجه السطحيه لا هي مش سطحي. tiny لا طبعا tiny يعني صغير، deep عميق، وليتل يعني قليل. يبقى احنا عندنا الحاجه دي هتبقى profound، يبقى معناها هتبقى deep and serious، حاجه جاده او خطيره. احنا هنا عايزين المعنى الجاد. تمام. طيب he has a dominant role، عنده دور مهم، دور محكم، دور مسيطر in our success، دور ليه دور مهم في النجاح بتاعنا. معنى كلمه dominant يعني powerful قوي، ايوه. minor يعني ثانوي مش مهم. controlling محكم، ايوه. delayed متاخر او تاخر. subordinate يعني تابع، حاجه تابعه يعني مش حاجه رئيسيه، ثانويه. he is dedicated to her work، هي مخلصه، مخلص للعمل بتاعه. معنى كلمه dedicated يعني careless مهمل out. devoted مخلص، loyal معانا. different مختلف، similar متشابه، committed. عارف كلمة commitment الالتزام؟ فكلمة committed يعني ملتزم. كلمة ملتزم يعني committed أو devoted أو dedicated. glass is fragile. كلمة fragile يعني هش، ضعيف. الازاز ضعيف. it can break easily، ممكن يتكسر بسهوله. ده معناه ان كلمه fragile يعني unbreakable، لا يمكن كسره. ده انا بقول لك fragile يعني هش. strong قوي، لا. weak ضعيف. delicate ضعيف هش. hard صعب out. dogs can detect danger quickly، الكلاب بتكتشف الخطر بسرعه. معنى كلمه detect يكتشف، miss يفقد، notice يلاحظ. عندنا سؤال the base يعني الوتيرة أو الخطوات بتاعت of technological advancement، التطور التكنولوجي has accelerated. كلمة accelerated يعني متسارع، بقت متسارعة، بقت سريعة. has the same meaning of accelerated. إيه هنا معناه متسارع؟ sustainable مستدام out. increased يعني يتزايد، صح، يتزايد، حاجة تزداد. depressed محبط out. quickened يعني يتسارع معانا. retarded يعني يتدهور، بيرجع لورا، بيقل، مش معانا. زي ما maintains looked awe inspiring. awe inspiring صفة مركبة بمعنى رائع أو جميل. in the morning معنى كلمة awe inspiring is amazing، رائع، معانا. ordinary عادي، لا مش معانا. magnificent رائع أو جميل، معانا. خلاب unimpressive outpouring out. many marine species معظم الكائنات البحرية، marine يعني بحري، are endangered يعني معرض للخطر due to بسبب overfishing، في صيد كتير بيعرض الكائنات دي للخطر. معنى كلمة endangered معرض للخطر. الحاجة دي هتبقى threatened معرضة للخطر. threat يعني الخطر، معرض للخطر، ماشي. vulnerable صفة مهمة جدا بتساوي endangered معرض للخطر. safe آمن protected common ده كله out. water is essential مهم for all living things، كل الكائنات الحية المية بالنسبة لها حاجة مهمة. معنى كلمة essential يعني أساسي أو مهم أو ضروري. معنى essential unnecessary غير ضروري out. optional اختياري out. necessary ضروري معانا. current حالي out. important مهم. يبقى استبعد، سياسة استبعاد. collaboration improves communication. collaboration التعاون بيحسن الكوميونيكيشن التواصل. معنى كلمة collaboration تعاون traditional اعتيادي. opposition يعني التعارض، oppose. partnership يعني الشراكة، أيوة. cooperation التعاون. conflict يعني الصراع، صراع. the doctor diagnosed شخص him with flu، شخصه إن هو عنده انفلونزا. معنى كلمة diagnosed
يبقى overlook يطل على out. misdiagnose ما شخصوش out. identify اتعرف على صح. determine يعني حدد يبقى determine صح. ignore يتجاهل out. السؤال اللي بعد كده the child was curious. curious يعني فضولي محب للمعرفة. about the new toy. curious دي معناها indifferent يعني غير مبالي. غير مبالي مش مهتم. inquisitive يعني فضولي معانا. uninterested مش مهتم. unconcerned مش مهتم. eager يعني متحمس عاوز يعرف و eager يجي وراها to eager to. she has a passion كان عندها رغبة for painting للتلوين. رغبة أو شغف ده معنى كلمة passion يعني boredom الملل out. enthusiasm الحماس معانا. الحماس الرغبة الشغف. devotion يعني الحماس أو devotion يعني الإخلاص. indifference لا مبالاة. اللا مبالاة. apathy لا مبالاة بتساوي indifference لا مبالاة. after hours of negotiation بعد ساعات من المفاوضات they reached a compromise وصلوا لتنازل أو تسوية أو حل. معنى compromise disagreement خلاف. argument نزاع خلي بالك من argue و agree. settlement settlement يعني مساواة أو تسوية وصلوا لتسوية أو حل. refusal رفض لا. bargain يعني صفقة أو تسوية. bargain تسوية تساوي settlement. we plan to hang out يعني يخرج للتنزه. at the beach this Saturday يوم السبت ده احنا هنخرج للتنزه هنطلع بره يعني. advance يعني تطور تقدم. avoid تجنب. isolate يعني isolation يعني الوحدة يبقى isolate يعني يقعد لوحده يبقى لوحده ينعزل. socialize يخرج يعني إنسان اجتماعي. socialize اجتماعي أو منفتح اجتماعيا. mingle بتساوي socialize إنسان اجتماعي بيخرج دايما. she wore a glamorous dress رائع. خدت splendid magnificent glamorous dress to the party. معنى كلمة glamorous يعني elegant يعني neat رائع جميل. ordinary عادي. common عادي. faint يعني fainted اللي هو الإنسان اللي في إيد وعيه. attractive يعني بيشد بيخطف جذاب. it was mortifying يعني مخجل يعني حصل له إحباط. when I tripped in. عارف كلمة trip يعني رحلة. طب كلمة trip لما تيجي كفعل بمعنى يتعثر. إنسان يتعثر قدام حد بيقع قدام حد فحس بالخجل. in front of everyone يبقى trip رحلة noun. trip verb بمعنى يتعثر قدام الناس كلها. mortifying يعني embarrassed سلام اتحرج. respectable يعني شخص يتصم بالاحترام out. embarrassing يا سلام مخجل محبط معانا طبعا. humiliating out. boring out. the nurse administers the medication. الممرضة administers يعني يعطي الدواء الأدوية كل 4 ساعات. يبقى الممرضات بتقدم الأدوية كل 4 ساعات. كلمة administer يعني يعني يقدم يعني give يعطي. fulfill لا. prevent يمنع لا. forbid يمنع لا. يبقى provide بتوفر أو بتمد بالأدوية كل 4 ساعات. السؤال اللي بعد كده there was a buzz كان في صوت أزيز of excitement in the air before the concert. قبل الحفلة كان في صوت خفيف كده من الحماس الناس متحمسين. معنى كلمة buzz يعني encourage صب silence activity noise. طيب بما ان في كان ضجيج يبقى في هنا activity كان في نشاط بيحصل وكان في noise بيحصل بس ما كانش فيه silence ولا صب ولا encourage. 290 it was heartbreaking كان مؤلم
to see a poor man، ان انت تشوف راجل فقير. معنى كلمه مؤلم، هل ثرو احزان بقى sorrowful؟ ايوه. محزن. unlink مفيش ما بينهم لينك، مفيش تواصل. distressing يعني مؤلم. motivated متحمس او متحفز. avoid يعني يتجنب. It's important to embrace new ideas. embrace يعني يحتضن او تجلب او تعمل افكار جديده في البيزنس، في الشغل بتاعك. embrace يعني accept بتوافق، ايوه، ان انت بتعمل new ideas. adopt كلمه adopt يعني يتبنى، تمشي. escape يعني يهرب. reject يعني يرفض. refuse يعني يهرب. يبقى على حسب المعاني اللي جابها لك يبقى adopt يعني يتبنى، يبقى انت الافكار دي بتاعتك انت. The company promotes equity. الشركة promotes بتعزز، بتحسن الايكويتي، العدالة. خد بالك في فرق ما بين العدالة والعدل والمساواة. العدالة يعني equity among all employees، كل الموظفين في ما بينهم عدالة، بيعدلوا ما بينهم. أقرب كلمة لكلمة equity bias يعني التحيز. بيبقى في تحيز؟ لا، ده المضاد، الانتونيم. fairness العدل، ايوه في انصاف. justice العداله، ايوه في عدل او عداله. unfairness مفيش عداله. prejudice التحيز. سؤال مهم وبيلعب فيه دايما synonyms وانتونيمز. يبقى انا عندي كلمه العداله اسمها fairness، justice، equality، تمام، المساواه. عندي بايز يعني التحيز، وكلمه prejudice يعني التحيز، unfairness يعني عدم المساواه. The country faced an economic crisis. كلمة crisis يعني أزمات. عايز معنى كلمة الأزمات crisis. طبعا peace السلام. disaster أيوة كان في disaster يعني كاتاستروفي. يعني إيه كاتاستروفي؟ يعني في كوارث. emergency طارئ أو stability استقرار، مهمة كلمة استقرار stability. ولا regularity انتظام؟ طبعا ولا انتظام ولا استقرار ولا السلام، يبقى emergency كان في طوارئ. His persistence was key to his success. persistence يعني الإصرار. معنى كلمة الإصرار أو العزيمة يبقى determination، عزيمة. weakness ضعف. surrender استسلام. خلي بالك إن في surround يعني يحيط به، surrender يعني استسلام. fairness عدل. perseverance ايوه كان في perseverance. يعني ايه perseverance؟ يعني اصرار او عزيمه. The meeting was prolonged by several hours. الاجتماع اللي كان عندنا طول لمده ساعات كتيره. معنى كلمه prolonged استمر. brief يعني نبذه، عارف النبذه المختصره؟ اختصار او نبذه مختصره. extended اتمدت، صح، extend يمد. short lived او short lived كان عمرها قليل او قصير، لا. sustained استمرت. abbreviated اختصرت، لا. جاي من كلمه abbreviation يعني الاختصار. 296 her warm smile، ضحكتها الحلوه دي was a clear sign كان علامه of her affection for her friends، كان علامه للعاطفه اللي بينها وبين صحابها، حبها لاصحابها. طبعا affection يعني اللوف. hatred الكراهيه. hatred. warmth الدفء، الدفء او الحب. cruelty يعني القساوه. cruel. disaster يعني الكارثه. نكمل وندخل على الانتونيمز يعني المضاد. وفي الانتونيمز هناخد اول سؤال بيقول لك في 297 the ceremony will kick off. كلمه kick off يعني يبدا. kick off خد بالك دايما اللي هي بتساوي start، مهمه. idiom اسمه kick off يعني تبدا. with a speech السيرموني الاحتفال بدأ فيه خطاب. مضاد خد بالك ان احنا هنشتغل بقى على ايه؟ على المضاد. مضاد يبدأ ينهي. start open conclude يختم end ينهي launch يبدأ، لا.
She was panicked during the earthquake. بعد ما الزلزال حصل لها ايه؟ نوبة، حصل لها صدمة. panicked. مضاد كلمة panicked scared كانت خايفة، ده المعنى. nervous متوترة معنى. calm هادئ. anxious متنرفز لا. relaxed مستريح. ها. The machine failed to detect the error. الآلة فشلت إنها تكتشف الخطأ. مضاد كلمة يكتشف overlook. overlook يعني يتجنب، اللي هو مش عايز أشوف حاجة. صح. identify يتعرف على، ده معنى. notice يلاحظ معنى. discover معنى، يبقى hide يخفي يهمل. overlook and hide. They celebrated the success of their partnership. هم احتفلوا بنجاح الشراكة بتاعتهم. في شراكة ما بيننا احنا بنحتفل بيها. مضاد كلمة الشراكة طبعا البارتنرشيب معناه التعاون، والتعاون اسمه collaboration مش معانا. separation الانفصال، انفصال معانا. independence الاستقلال، كل واحد بقى لوحده. ايوه ده بيقول لك ايه؟ strong independent women المرأة القوية المستقلة. association ارتباط، union الاتحاد، ده كله out. oil and water don't blend easily. ميه زيت don't وايزلي بسهوله، ما بيحصلهمش ايه بسهوله؟ ما بيحصلهمش مزيج او خلط، بتخلطوش بسهوله. دي يبقى مضاد كلمه خليط او يمزج separate. separate يعني يفصل، صح. عايزين الانتونيم. merge يعني يمزج. combine يمزج. integrate ولا isolate؟ isolate. isolation يعني الوحده او العزله، يبقى بتعزل الحاجه يبقى isolate. integrate يعني يمزج. combine يمزج، ده كله معنى. This process is not automated. العمليه دي مش هتبقى آلية، مش هتبقى آلية. but done by hand هتتعمل بواسطه الانسان. مضاد كلمه automated آلي، يبقى الحاجه دي مش اوتوماتيك، هتبقى manual يدويه. computerized حاجه بالكمبيوتر out. آلية mechanical out. hand operated صح، مش هتبقى الكتريك كهربائي. hand operated يعني معموله بالايد. I felt frustrated when my computer froze. انا حسيت ان انا محبط لما الكمبيوتر بتاعي اتطفى او باظ. frustrated يعني محبط. مضادها بقى disappointed يعني محبط، ده المعنى. satisfied راضي، مضاد. content يعني راضي، انا كنت راضي، يبقى راضي وراضي. content and satisfied. wearing a mask helps mitigate. لما بتلبس الماسك على وشك helps، قلت لك الفعل ده فوق اسمه يخفف او يقلل. the spread of germs. spread انتشار الجراثيم، مش هيبقى فيه جراثيم. germs مضاد يخفف يبقى يزود. listen يقلل out. reduce يقلل out، ده كله معنى. intensify يزود او يشتد، يشتد معانا. ease يعني يسهل او يخفف out او يريح. raise يعني يرتفع. تمام. raise معانا. raise يعني يرفع او يرتفع. raise يعني يرفع. rise يرتفع. 305 the heat will intensify يعني تزداد او تشتد as summer approaches كلما اقترب الايه؟ الصيف. approaches يعني يقترب او يدنو منه. مضاد كلمة intensify boost يزداد او يحسن او يعزز out. quicken يتصارع، انا عايز المضاد يبقى reduce هتقل. decrease هتقل، ولو كان معايا كان هيبقى معايا كمان decline يقل. strengthen يزود او يقوي. she was هي كانت figuratively صيغه بلاغيه. يعني ايه صيغه بلاغيه؟ يعني لا اما تشبيه لا اما استعاره. on top of the world يعني الاكثر تفوقا، اكتر واحده متفوقه. مضاد figuratively الصيغه البلاغيه. literally حرفيا. creatively يعني بشكل ابتكاري. exactly بالضبط، بالضبط يعني. metaphor يعني استعارة. metaphorically يعني استعاريا. symbol يعني رمز.
symbolically يعني رمزيا. يبقى الاثنين دول زي بعض زي figuratively. يبقى انا عايز بالظبط او حرفيا literally and exactly بالظبط، مش حاجه بلاغيه، مش ولا اما استعاره ولا اما تشبيه. انا ما بشبهش، انا بقول لك دي بالظبط. don't underestimate ما تستهينش ما تقللش. يستهين بيقلل من the power of reading every day. ما تستهينش بقوه القراءه كل يوم. مضاد underestimate يقلل من شأن يعلي من شأن. يبقى انت بتقلل من حد يبقى انت ريسبكت بتحترم حد. مضادها oppose يعني يعارض، ده معناها. pollute يلوث، appreciate بيقدر معانا، disrespect ما بيحترمش. plant thrive، كلمة thrive يعني يزدهر بتنمو. نباتات بتزدهر in sunlight في ضوء الشمس. مضاد يزدهر لا يكذب، ضا يموت. flourish يزدهر معناها deteriorate يعني يهدم او يموت معانا يهدم. develop يعني يتطور مش معانا. the view from the top of the mountain، المشهد من اعلى الجبل was absolutely breathtaking خاطف الانفاس رائع. مضاد الحاجه خاطفه الانفاس الرائعه هتبقى unimpressive مش مذهله يا مستر. stunning يعني لامع او رائع لا. amazing رائع لا. inspiring لا. رائع او ملهم لا. ordinary حاجه عاديه. ايه يعني؟ The city approved the construction of a new school. المدينه وافقت approve على بناء المدرسه. مضاد البناء او التشييد الهدم. يبقى كلمه construction معناها establish عكسها demolish. يبقى انا عندي كلمه اسمها demolition يعني الهدم. demolition جاي من كلمه demolish يعني يهدم. building بناء. destruction الخراب او الهدم. يبقى خد بالك ان انا عندي construction عكسها destruction. assemble يعني يجمع. erection يعني يجمع حاجه. erect it. teaching is his passion. التدريس هو رغبته او الشغف بتاعه. مع مضاد الشغف enthusiasm يعني حماس لا. زيل وابثي يعني لا مبالاه. boredom يعني الملل. fervor يعني الحماس. طيب زيل يعني الحماس او الشغف. طيب يبقى انا عندي هنا الباشن عكسها اللامبالاه والملل. boredom وابثي. زيل حماس. fervor يعني الحماس او الشغف. A good relationship often requires. العلاقات الجيدة دايما بتتطلب compromise تنازلات. تسوية. مضاد التنازلات يبقى تنازلات او التسوية settlement تسوية. ده المعنى. disagreement عايز خلاف. bargain تسوية. intense يعني حاجة شديدة. disarrange عدم ترتيب ما يبقاش فيه توافق فيه دايما فوضى. The support from her friends was overwhelming. الدعم بتاع اصحابها كان دايما overwhelming كان كبير غامر كان عاطفي. تمام. overwhelming هنا في الجملة دي بمعنى عاطفي او غامر او كبير. overwhelming اصلا يعني مرهق في جملة تانية. طيب مضاد كلمة overwhelming اللي هي كلمة غامر او كبير او عاطفي كان underwhelming ملوش تأثير ما كانوش موجودين معانا. beneficial يعني له فوائد مفيد معنا. weak كان ضعيف معانا. stunning يعني رائع. amazing رائع. يبقى كان في overwhelming كان في تقدير من صحابها. underwhelming ما كانش فيه تقدير. her clumsiness كلمة clumsiness يعني الحماقة إنسان أخرج غبي. made her trip لسه قايل لك فعل اسمه trip يعني يتعثر. over her feet اتعثرت اتلعثمت بتقدم حاجة فوقعت بتحس طبعا ب disappoint إحباط. يبقى clumsiness مضادها catastrophe كارثة. معنى grace رشاقة. graceful رشيق. awkward يعني غريب. awkwardness غرابة أو حاجة ما بتبقاش لطيفة معانا.
coordination يعني التناسق او التواصل او الترابط، مش معانا. emergency يعني حالة طوارئ. يبقى انا هنا كلمة clumsiness يبقى عكسها الحاجة كويسة، يبقى معانا grace الرشاقة، ومعانا كلمة coordination التناسق او الترابط او الحاجة لما بتبقى ماشية بشكل كويس. يبقى awkwardness ده معناها، emergency معناها وكاتاستروفي معناها. يبقى انا عايز grace الرشاقة، خلاص هي مش هتتلعثم او تتعثر تاني. The movie was so dull. كلمة dull يعني ممل، فيلم كان ممل. that I feel asleep حسيت ان انا عايز انام. مضاد كلمة dull ممل يبقى عكسها حاجة مثيرة. boring ممل مش معانا. dumb ممل. exciting يعني شيق. uninteresting غير مثير للاهتمام. interesting يعني مثير للاهتمام. his speech الخطاب بتاعه had a profound impact كان ليه تأثير عميق on everyone على كل الناس. مضاد كلمة أنا كنت كاتب دي. طيب سؤال 316 his speech had a profound يعني عميق أو ليه تأثير كبير impact on everyone على الناس كلها. مضاد كلمة عميق أو تأثير كبير superficial قايلين إنها سطحي، حاجة سطحية معانا. meaningful ذو معنى مش معانا عشان عايز المضاد. trivial يعني تافه، حاجة تافهة ملهاش تأثير معانا. thoughtful يعني يمكن التفكير فيها أو ذو معنى، تمام؟ لا مش معانا. deep عميق احنا عايزين المضاد يبقى مش معانا. thoughtful يعني يمكن التفكير فيها. طيب 317 the housework was overwhelming. طبعا كلمة the housework يعني الواجب was overwhelming، هنا overwhelming ing يعني مرهق أو متعب. طيب عندنا كلمة اسمها overwhelming وعندنا كلمة اسمها overwhelmed. طب امتى احط ing امتى احط الاي دي؟ تحط ing لو انت give the feeling بتدي شعور، يعني انت متعب. طب انت لو متعب يبقى overwhelmed have the feeling، يبقى give the feeling ing have the feeling ed. ما تجيش تقول لي ان الاشخاص ed والحيوانات والجماد ing، غلط. ing give the feeling بتدي الشعور، ed have the feeling عندك الشعور. طيب بما انك overwhelming يعني انت متعب، فمضاد الحاجه المتعبه هي مش overpowering عامله حاجه ضغط عليك زياده. mild يعني خفيف، خفيف حاجه خفيف معانا. intense يعني شديد، حاجه شديده لا مش معانا. manageable يمكن ادارتها ايوه بحاجه خفيفه. unbearable لا يمكن تحمله، انا عايز الانتونيم. طيب he tried to reassure her that everything would be okay او will be okay. هي عايزه تطمن reassure يعني يطمئن. مضاد كلمه يطمن calm يهدي، worry يقلق، comfort مستريح او الراحه، upset منزعج. يبقى احنا معانا منزعج ما معناش relax. depression is a feeling of deep sadness. الإحباط هو شعور بالحزن العميق. that can last for a long time ممكن ينتهي أو يفضل معاك يدوم معاك مدة طويلة. مضاد كلمة depression الإحباط. cheerfulness المرح معانا. miserable يعني بائس. misery البؤس لا. happiness سعادة. gloom يعني حاجة كده بتبقى غامقة باهت، تمام؟ يبقى gloom دي مش معانا. sadness الحزن مش معانا. gloom مكتئب. technology continues to advance every year. التكنولوجيا تستمر انها تتطور كل سنة. مضاد كلمة يتطور يهدم. deteriorate معانا. create يعني ينشئ. capture يعني يؤسر. plot يعني يحيك حاجة او الحبكة مش معانا plot. يبقى decline يعني يقلل، بتتقلل كل يوم ترجع لورا. decline. The teachers words give me an insight. ادتني تفكير داخلي او بصيرة into the problem للمشكلة، خلتنا افكر بالمشكلة بطريقة تانية. مضاد كلمة insight بقى عندي بصيرة، وضدها الجهل ignorance.
coordination تناسق تناغم لا. blindness blind يعني اعمى، بقى عندي عمى ما بقتش شايف. ايوه. assumption يعني الافتراض. observation يعني الملاحظه. الاثنين دول out. babies are vulnerable to infection. يعني ايه vulnerable؟ يعني endangered يعني مهدد بالخطر او معرض بالخطر. للانفكشنز يعني العدوى. يبقى مضاد كلمة vulnerable يبقى انت محمي endangered out. strong معانا. defenseless defense دفاع. less بلا دفاع. انت بلا دفاع ما عندكش مناعة. protected يعني محمي. طيب ننزل على جزء الايديومز. وايديومز يعني مصطلحات. ويعني ايه مصطلحات؟ يعني الجملة اللي انت هتنطقها مش هتترجم word by word، مش هتترجمها كلمة بكلمة. مصطلح على بعضه بيقلل ان انت تقعد تتكلم كتير بالانجليزي. يعني انا دلوقتي عايز اكلمك في موضوع عمال ارغي قمت انت جيت بجمله واحده بتقول لي ان a friend in need is a friend indeed. تقول لي birds of a feather flock together. طيور على اشكالها تقع. عايز تكتب لي ايسي عن الصداقه، واحد جه لخصها لك بجمله ان كل واحد هيقابل اللي شبهه. فدي الايديومز، مصطلحات زي اللي عندنا. طيب نشوف. The students had to. الطلاب اضطروا ان هم to finish their research project before the deadline. قبل الموعد النهائي. الموعد النهائي هم عايزين يخلصوه. اضطروا ان هم يخلصوا او يبداوا ان هم يخلصوا الايه؟ الريسيرش، البحث. طبعا under the weather، يلا سجل معايا. under the weather يشعر بحاله سيئه. انسان تعبان يشعر بحاله سيئه. when pigs fly يعني لما تشوف حلمة ودنك بقى مستحيل، حاجه مستحيله impossible. pigs يعني الخنزير، لما الخنزير يطير بقى ان شاء الله. spring into action يعني يبدا بالعمل بسرعه، يبدا بالعمل kick off. spill the beans يعني يكشف السر، واحد بيكشف السر دايما. يبقى احنا عايزين نبدا بالعمل، ويبدا بالعمل يعني spring into action. السؤال الثاني keep practicing every day. remember بيقول لك دايما اتدرب كل يوم وتذكر. بما انك تتدرب كل يوم تذكر ان ايه؟ ان break the ice. كلمة break the ice يعني يكسر الحاجز. عارف لما يبقى عندك خوف من حاجة يكسر الحاجز، يكسر الخجل او الرعب. طب نو بين نو جين، مفيش احلام هتتحقق، مفيش تحقيق للنجاح بدون ألم. لازم نجاح، لو في نجاح يبقى فيه مجهود. out of the blue يعني فجأة، حاجة حصلت suddenly unexpected مش متوقعة. rain cats and dogs يعني تمطر بغزارة. طيب ايه الايديوم المناسب هنا؟ ان انت لازم عشان تنجح لازم يكون عندك او تعمل مجهود. no pain no gain. in order to complete عشان تكمل the project successfully، عشان تكمل مشروع بنجاح. the manager reminded everyone that المدير ذكر كل واحد in and cooperation are essential. التعاون مهم. ان ايه؟ teamwork makes the dream work يعني العمل الجماعي يؤدي الى النجاح. العمل الجماعي يؤدي الى النجاح. طيب ولا قال لهم ان get his breath back يسترجع النفس بتاعه، ولا out of the blue لسه مترجمينها يبدا حاجه فجاه، ولا بلا the ghost يعني شاحب. عارف يعني ايه شاحب؟ لما منظرك يبقى خايف بيبقى منظرك شاحب. لما انت تبقى خايف طالع من حاله خوف يبقى وشك كده شاحب مخطوف. يبقى احنا اجابتنا ان team work makes the dream works. العمل الجماعي يصنع النجاح. Don't forget your umbrella today. ما تنساش الشمسية بتاعتك النهاردة. It's going to all afternoon. هتمطر. Jump into action يبدأ بالعمل.
rain cats and dogs هتمطر بغزارة، ما تقوليش هتمطر قطط وكلاب. calm under pressure هادي تحت الضغط. واحد can work under pressure. بلا the ghost شاحب، لا اجابتنا هتبقى rain cats and dogs. she turned هي اتحولت لايه when she heard the shocking news سمعت الاخبار الصادمه، فالبت بقى حصل لها ايه؟ calm slowly returned الهدوء بعدها ببطء جالها، لا. raining cats and dogs مطرت بغزاره، لا. بلا the ghost وشها اتقلب الوان، ولا soaked to the skin غمر بالماء الميه غطته، لا احنا عايزين بلا the ghost. when the fire alarm rang لما جرس الحريق رن the firefighters immediately في الحال جم الناس بتوع المطافي عملوا ايه؟ بلا the ghost شاحب jumped into action تحس ان هم ايه؟ قفزوا على العمل، لا هم بدأوا العمل. under the weather يشعر بحالة سيئة. burn the midnight oil وده ايديوم جديد تعال نترجمه. burn يعني يولع او يحرق. midnight oil الناس زمان كانوا لما ما كانش فيه نور طبعا كانوا بيقيدوا اللمبه اللي هي بالجاز، تمام؟ يبقى burn the midnight oil يسهر الليالي. يبقى burn the midnight oil لما واحد يقولها لك يبقى هو كان سهران طول الليل. to develop a new idea عشان تطور فكرة جديدة we have to which means we need to try different ways عايزين نستخدم طرق جديدة than the traditional ones اللي احنا استخدمناهم اللي هم العاديين، عايزين نستخدم حاجات تانية. يبقى we have to spill the beans يكشف سر. hit the box يعني يذاكر، روح بقى ذاكر. think outside the box يا سلام بتفكر خارج الصندوق، يبقى يفكر باحترافية، تفكر بطريقة غير اللي الناس بيفكروا بيها. think outside the box. hold your horses يا سلام لما الاقيك جاي كده متعصب اقول لك ايه؟ relax be quiet. hold your horses يعني اهدأ. جمع idioms. the government is trying to الحكومة بتحاول انها for a new health care system للنظام بتاع الصحة او الرعاية. الحكومة بتحاول انها lay the groundwork يعني ترصف الطريق، تبني ارضية، يبقى يبني الاساس، بتحط اساس. ايوه هي تحط اساس للرعاية الصحية الجديدة او للنظام الجديد. call it a day يعني ينهي العمل. لما اقول لك call it a day يعني ينهي خلاص مش هشتغل تاني. get cold feet يعني يتراجع في الامور بسبب الخوف. واحد عايز يعمل خطوه get cold feet رجع عن الخطوه عشان هو خايف. break the ice عندنا break the ice يعني يكسر الخجل او يكسر الحاجز. عندنا break the leg هنقابلها يعني good luck حظ سعيد. the traffic comes to a standstill traffic المرور جه لنقطة اسمها نقطة تعطل stand still سكون because of the accident حصل حادثة المرور اتعطلت. the meaning of come to a stand still to move quickly اتحركت بسرعة، لا. stop completely أيوة حركة المرور بنقول عليها اتشلت اتعطلت، يبقى come to a stand still يعني تعطل. to make progress out to go backwards يعني يرجع للخلف، لا. the manager decided to stay in charge المدير قرر ان هو يبقى مسؤول. ان تشارج يعني مسؤول. despite the crisis بالرغم من الازمات. معنى كلمه او معنى الايديوم اللي اسمه stay in charge to be in a risky situation هيبقى في موقف خطوره، لا. to continue being responsible ايوه responsible يعني مسؤول، هي دي. to be in trouble في مشكله to stop completely يتوقف، لا. she had two نقط of caring for her elderly parents البنت اضطرت انها تفضل مراعية ابوها وامها اللي كبروا في السن. rain cats and dogs قلنا عليها راجع معايا تمطر بغزارة. under the weather قلنا عليها يمر بحالة سيئة. shoulder the burden تعال نترجمها كده. shoulder يعني الكتف، كلمة burden يعني العبء. طب لما تبقى shoulder the burden هتبقى يتحمل العبء
البت هتتحمل عبئهم. piece of cake بقول لك it's a piece of cake you can solve it. يبقى piece of cake يعني حاجة سهلة جدا. he forgot to submit يسلم، نسي ان هو يسلم البروجكت on time في الوقت المحدد. now he breaks the ice يكسر الجليد in deep water. يا سلام على الديب ووتر دي، الوتر الماء، ديب ووتر في الماء تحت. يبقى الراجل ده فين؟ في مشكلة in difficulty in a trouble. on the beach على الشاطئ burns bridges. حلو الايديوم بتاع burns bridges ده، معناه burn يعني يحرق، البريدجز اللي هي الايه؟ الكوبري. فاحنا هنا يقطع العلاقات. عارف لما بتقطع علاقتك بحد يبقى burns bridges، يقطع العلاقات. fixes a small leak now because صلح التسرب اللي بيحصل ده من الحنفية بسبب a stitch in time saves 9. يعني stitch in time saves 9 يعني حل الأمور بشكل سريع يمنع تفاقمها، يعني يمنع زيادتها. يعني الحاجة اللي لازم تحلها دلوقتي حلها دلوقتي، ما تأجلهاش. أيوة حل الحاجة دي دلوقتي عشان ده تسرب. let the cat out of the bag خلي القطة تطلع من الشنطة. يعني إيه؟ يعني spill the beans يكشف السر، طلع اللي جواك. actions speak louder than words يعني أفعال لا أقوال. يعني الراجل اللي تاخد منه فعل ما تاخدش منه كلمة. always in a hurry، حلو الايديوم ده، always in a hurry always in trouble. يعني في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. always in a hurry always in trouble، دايما في مشكلة. The manager decided to turn a blind eye. المدير قرر ان هو يعمل turn a blind eye عندنا في المنهج، يعني يقفل عينه blind eye، يعمل نفسه مش شايف، يتجاهل. to the small mistake، كلمة a blind eye يعني يتجاهل، معناها watch carefully يشاهد بحذر. ignoring purpose، ignore يعني يتجاهل، on purpose يعني عن قصد. يبقى الراجل ده بيتجاهل وهو عايز يتجاهل، يبقى يتجاهل عن قصد، هو اللي قاصد يتجاهل ما يشوفش الحقيقة. punish strictly يعني بحزم، يعاقب بحزم. notice clearly يعني يلاحظ بشكل كويس. when she said the project was too expensive، لما هي قالت ان المشروع كان غالي she hit the nail on the head. hit the nail on the head يعني خبطت المسمار في الوش كده. طب ده معناه ايه؟ يعني قالت الحاجة بدقة، وصفت الحاجة وصف دقيق. ده معناه ان هير someone عورت حد. describe something accurately، صح، هي وصفت الحاجة بشكل دقيق. miss the point فقدت النقطة أو فقدت المقابلة، لا. explain wrongly يعني شرحت بخطأ، لا. he felt tired، الراجل حس ان هو تعبان. so he decided to، قرر ان هو instead of working overtime، قرر ان هو بدل ما هو يشتغل طول الوقت ان هو break a leg. السلام، خلي بالك من break ice او break the ice يكسر الحاجز او الجليد. break a leg يعني good luck، حظ سعيد. ممكن تقولها لواحد عايز تقول له حظ سعيد. climb the career ladder يتسلق عندنا في المنهج السلم الوظيفي، عمال يترقى في الشغلانه. call it a day يعني ينهي العمل، خدناها فوق، يبقى اجابتنا هتبقى ينهي العمل. stay ahead of the curve يبقى متقدم على الاخرين. جمع الايديومز اللي عندك في المتقدم على الاخرين. before we start the project قبل ما نبدا المشروع let's make sure we، يلا قول لنا كده نتاكد من ان cut corners يعني بيختصر المسافات، اختصر المسافات خطوات. called it a day ينهي العمل. are on the same page احنا في نفس الصفحة، احنا في نفس الجنب، احنا متفقين.
are on the same page. يبقى before we start the project let's make sure نتأكد ان احنا كلنا متفقين يا جماعة. agree. 340 ambitious workers always look for بيتطلع الى الفرص opportunities to rain cats and dogs تمطر بغزارة. climb the career ladder يتسلق السلم الوظيفي. ايوه دايما بيبص على الفرص عشان يرتقي بشغله. think outside the box لا. step up your game يعني ارتقي بمستواك. طبعا هو مش هيقول لك look for opportunities to step up your game their game بقى ارتقي بمستواك. يبقى انا عايز اتسلق السلم الوظيفي. the manager expects us to do everything. المدير اتوقع ان احنا هنعمل كل حاجة زي ما الكتاب بيقول. in the loop خد بالك يعني يبقى مطلع على. 341 the manager expects us to do everything. المدير اتوقع ان احنا نعمل كل حاجة زي ما الكتاب بيقول. in the loop يعني ايه؟ يبقى مطلع على عنده علم بكل حاجة. up in the air الحاجة لسه طايرة في الهواء مش محسومة غير محسوم لسه ما قلناش ولا. by the book ايوه زي ما الكتاب بيقول يعني بدقة. break the ice يعني يكسر الحاجز. I felt not because no one told me about the meeting. مفيش حد قال لي حاجة عن الاجتماع يبقى أنا ما بقتش مطلع. think big يفكر بشكل كبير دماغه حلوة يعني. up in the air لسه قايلها لك يعني ايه up in the air حاجة غير محسومة. مش انت in the loop مطلع يبقى انت لما تبقى out of the loop تبقى غير مطلع انت ما حضرتش حاجة فانت مش عارف. in charge يعني مسؤول. during the interview he had to هو اضطر انه اثناء الانترفيو المقابلة هو اضطر ان هو be out of the loop يبقى غير مطلع. think on his feet يقرر بشكل سريع. عارف الانسان اللي بيبقى مندفع او الحاسم في قراراته think on his feet. think small هنا think big يعني يفكر بشكل كبير. هنا يفكر think small عارف اللي بيبقى دماغه كده صغيرة يبقى بيفكر بشكل ضيق. يفكر بشكل ضيق مش open minded ما عندوش معلومات كتيرة يفكر بشكل ضيق او محدود شكل محدود. be up in the air غير محسوم يبقى هو he had to اثناء المقابلة لازم ياخد قرار سريع حاسم. هتشتغل معانا ولا لا؟ طيب she was not when she heard the news of the accident. هي كانت ايه لما سمعت عن الاخبار بتاعة الحادثة؟ طبعا كانت شاحبة لونها اتغير. thick and thin خد بالك think and thin مهم جدا اسمه في السراء والضراء يعني في الحاجة الكويسة في الخير وفي الشر مع بعض. hit the town يتنزه في المدينة hit the town out. بلا the ghost صح. chill out بمعنى hold your horses يستريح chill out استريح اهدى يبقى بلا the ghost. if you want success لو انت عايز النجاح you need to انت عاوز تعمل ايه؟ rain cats out. think big يفكر بشكل كبير او على نطاق واسع صح. break the car اكسر عربية. break the school دول مش idioms. after a long week of work بعد اسبوع كبير من الشغل او طويل we decided to and have some fun. عايزين بقى متعة عايزين ناخد اجازة يبقى احنا عايزين ايه؟ hit the town يتنزه في المدينة. stand by my side جنبي. stand by my side وقف في الناحية بتاعتي. بلا the ghost out thick and thin يعني السراء والضراء. during my illness I understood that أنا فهمت إن أثناء مرضي أنا فهمت إن as my friends were always there صحابي كانوا دايما هنا في تعبي صحابي وقفوا جنبي. يبقى through thick and thin في السراء والضراء ولا a friend in need is a friend indeed. a friend in need is a friend indeed. الصديق وقت الضيق صح.
الصديق وقت الضيق. يعني انت لما تمر بازمات تلاقي صاحبك جنبك. A friend in need is a friend indeed. ولا stand by your side وقفوا جنبك. I understand that. انا فهمت ان الصديق وقت الضيق او المشاكل. ونوصل لنهاية الحلقة النهاردة. خلصنا حل، خلصنا فارم على جرامر، على فوكاب، على ايديومز. هيبقى فاضلك معايا فيديو صغير على السكيلز، المهارات. هجمع لك كل المهارات اللي ممكن تشوفها في الثانوية العامة في الامتحان في فيديو تاني ان شاء الله هينزل قريب. اشوف وشكم على خير في فيديوهات تانية جاية كتير. See you next time. السلام عليكم.